بسم الله الرحمن الرحيم. السيد المدير الجهوي للثقافة، السيدة الشاعرة عائشة إدريس المغربي، حاملة لقب دورة مهرجان فاس للإبداع الشعري في عامه الثالث، زملاء الحرف والألم، الحضور الكرام، نرحب بكم جميعا في فعالية هذا المهرجان الذي يصر على الاستمرارية والتألق رغم تهميشه من أغلب الجهات الرسمية المهتمة بالشأن المحلي لمدينة فاس الخالدة التي تصر على الحياة والبقاء. نرحب بكم في قلوبنا قبل أي مكان آخر، خاصة من جاءنا من بلدان شقيقة متحملين عناء السفر بكل حب وتقدير لنا ولبلدنا الحبيب الذي يسعده تواجدكم فيه وتشريفكم لنا في هذا المهرجان الشعري في دورته الثالثة، الذي اختار اسم الشاعر الليبية القديرة عائشة إدريس المغربي لتكون نبراسا له ونورا ساطعا بين أشغاله التي نتمنى أن تروقكم، رغم أننا نشعر بمدى جسامة المسؤولية التي نتحملها بشكل تطوعي وعاشقا للكلمة الراقية التي تبقى أجمل وأخلد من أي زيف مهما كان براقا وزائفا. فالإبداع الشعري وحده يستطيع أن يخلد نفسه عن طريق الكلمة الراقية والجادة التي تساهم بشكل أكبر في تغيير مسار الشعوب العربية التواقة لثورات فكرية مسؤولة، عوضا عن الثورات الدموية التي جاءت وليدة هذا التخلف الفكري واللا دعم الذي تشهده الساحة الثقافية ليتحول هذا الجهل لخطر كبير يهدد جسد الأمة العربية. أيها الكرام، نترككم وفقرات برنامج مهرجان فاس الثالث للإبداع الشعري، ونرحب بشكل خاص بحاملة اسم هذه الدورة الشاعرة الليبية عائشة إدريس المغربي، ونرجو لكم رفقة طيبة في فضاء هذا المهرجان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.